طيب هل بس الحاجات الموضعية هي كافية؟ لا، احنا الشعراية بتتغذى من داخل الجسم، يبقى إذا لازم أديلها مادة معينة تساعدها إنها تبقى قوية وإنها تبقى متماسكة. بندور على مادة مهمة قوي اسمها البيوتين. البيوتين صحيح الجسم بيفرزه، وفي معظم الناس ما بيبقاش فيه نقص للبيوتين، إنما في كتير قوي من الأحوال بنحتاج لبيوتين خارجي يساعد بصيلة الشعر إنها تكمل مشوارها، وإنها تبقى ثابتة، وإنها تبقى قوية، وإنها تبقى بتلمع، وإن يبقى فيها حيوية. البيوتين إن أنا بحتاجه حوالي من 4000 ل 8000 مايكرو جرام في اليوم. يمكن لو دورنا في العناصر الغذائية اللي بناكلها مش هنلاقي السبلمنت بالكمية دي موجودة فيه. علشان كده بننصح دايما إن احنا ناخد سبلمنت من البيوتين بالجرعة دي علشان تساعدنا بحل مشكلة التصاب. المشكلة التانية إن في بعض الناس ما بتحبش تبلع كبسولات، أو بتلاقي إنه أخذ الكبسولة بيبقى صعب عليها. علشان كده لما بنلاقي البيوتين ده متوفر في صورة جامز، حاجة زي البونبوناية، حاجة زي الجيني كولا، سهلة قوي قوي في إن احنا ناخدها وناكلها من غير ما تعمل لنا أي نوع من المشاكل في معدتنا أو في طعم بقنا، أو يعني تبقى حاجة لطيفة كده في الاستخدام، فبتبقى كويسة جدا.